السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة الكفتة السهلة البسيطة بمكون هيضاعف كميتها بإذن الله. خليكم معايا ربع كيلو من اللحمة، ومعايا جزرة صغيرة وبصلة وفص ثوم وكبشة كده كزبرة وشبت أو بقدونس الموجود. قطعتهم وحطيتهم عشان افرمهم في الكبة. ما عندكيش كبة قطع صغير قوي وفرمي في كبة الخلاط. يعني عندي الكبة بس يعني الوطات بتاعتها مش عالية فبعمل شوية بشوية. هفرمها واخلي اخلط المكونات كلها مع بعضها واللحمة معاها. ومعايا معلقة كبيرة من البرغل مغسول بس علشان يمتص اي مية، هو هيدوب مع المية اللي نازلة من البصل ومن اللحم. والمكون اللي قلتلكوا عليه هاتوا نص رغيف او ربع رغيف تبع الكمية، عيش من بتاع التموين مش محمص ولا اي حاجة، قطعيه خالص كده وحطيه. هيمتصلك المية اللي بتنزل من اللحمة، ومش هتخليها البصل مش هيبان ان فيه مية ومش هتفك معاك. حطيت بقى البهارات بتاعتي، معلقة من خلطة الكفتة لو موجود عندك، ما كانش بهارات اللحمة، وشوية ملح صغيرين لان احنا عارفين ان هي خلطة الكفتة فيها ملح. وطبعا هدمجهم واخليهم يختلطوا مع بعض حلو قوي. زي ما انتوا شايفين انا كنت نديها حوالي ربع معلقة بيكنج باودر. تعالوا بقى انا هصبعها معاكم، اعملها اكني بعمل بسكوت، بعمل اي حاجة حلوة كده. هاتي كيس تلاجة او كيس حلواني لو عندك، وحطي فيه نقطة من الزيت عشان اللحمة لو هي جامدة شوية تعرف تنزل منه. ده طريقة سهلة وبسيطة وحلوة على فكرة، طريقة حلوة يعني. ولو ما عندكيش الاكياس هتعملي بايديكي عادي. انا عملتهم بسمك واحد ومش خليت الصباع تخين قوي. شوفي المنظر اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه اعمليه. هي طبعا عشانها جامدة وما شاء الله ما فيهاش اي نسبة سوائل، لان العيش اللي اتحط مع معلقة البرغل امتص. طوليها بقى، اعملها الطول اللي انت عايزاه والسمك اللي انت عايزاه. انا عملتها كده وما شاء الله طلعت معايا حلوة وادت كمية كبيرة ما شاء الله. ولما اتعمل اتحطت في الفرن او ممكن تشوحيها او تحطها على نار هادية على البوتاجاز. ادت كمية حلوة كبيرة بصراحة ما شاء الله، ونفشت معايا وما قصرتش يعني ما كشتش كتير. انا بقول لكم ممكن تعملوها بايديكم بس سهلة زي ما احنا بنعملها، وخليهم في سمك واحد كلهم. ده ربع كيلو لحمة عمل لي حوالي 18 صباع زي ما انتوا شايفين. هتقولوا الصباع صغير، لا والله الصباع كان كبير وكويس. تعالوا بقى ممكن زي ما انا قلت لكم تحطوها في قلب الصينية عادي، تدهنوها زيت وتحطوها بس. يعني الخلطة اللي تحت ديت الخضار اللي تحت ده حرفيا الكفتة بتنزل سوايلها وبتبقى طعمها حلو قوي. انا حطيتها معايا في التلاجة على بال ما خلصت شغلي وعملت الخضار اللي تحتها وجبتها بقى. كانت شفت ومسكت معايا كده، وهي كده مش طرية عموما يعني. وزي ما انتوا شايفين رصتها على البصل والجزر والطماطم، وكنت مديهم رشة من البهارات. دخلتها بقى في قلب الفرن، طلعت معايا كده ولا من غير ما تقلبيها ومن غير زي ما هي احمرت من فوق ومن تحت. والصباع ما كشش كتير، بالعكس ده يعني تحس ان هو زاد حجمه زاد. حطيتهم بقى وبقول لكم ده انا جايبه بقى صباع كفته. طبعا جبت الخلطه اللي تحت لان اللي هي يعني الطعم والحلاوه كلها في قلب الخلطه دي. وسهله وبسيطه وممكن تعملها في يعني ما هتاخدش منك وقت. عايزه تحمريها في بيض وبقسماط وتحطها في زيت هتمشي معاك وتبقى زي الفل. جميله وحلوه وسهله وبسيطه. ممكن تعملها مع مكرونه، تعملها سندوتشات، تعملها مع رز براحتك. يا رب الفيديو ينال رضاكم. مع الف سلامه.